طبعا هذه الفرخة الرامة اللي سابقنا فيها مع الباكستانية سباق الفروخ بتاريخ 8/3/2024. حمام حقيقة بطل، حمام أثبت جدارته، أبدع وتألق وحازت على آخر طيرة في سباق الفروخ. الجميل في هذه الطيرة بيوم السباق كان الجو فعلا عكر، لأنه رياح متقلبة وكانت في غيوم، طبعا الغيوم اللي نعرفها، وفي غيوم تحت أسفل هذه الغيوم متحركة، فالحمام كله دخل بند، أي بمعنى الحمام اللي دخل بند صعب أنه يطلع سالم من هذه الغيوم المتحركة اللي تجرفهم إلى مكان بعيد. هذه الطيرة في الأيام العادية يعني دائما طيرانها من يوم هي صغيرة، يعني من أن ثبتها وقامت تطير دائما تضرب بند وتختفي. لكن بيوم السباق بما أن كان الجو عكر نزلت من البند الساعة 9 وظلت تلعب في الميدان لفترة طويلة، بحيث أن هي كأنها تصعد فوق لكن ما تختفي وتنزل، واستمرت على هذا الحال يعني إلى بعد الأذان نزلت، ما شاء الله عليها نزلت ليل. لذلك بكل جدارة تستحق آخر طيرة، ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني ما فعلته هو دليل على ذكائها، إن هي ما دخلت بند في يوم السباق، كانت يعني تحاول إن هي تدخل ولكن تعرف إنه الأجواء لا تصلح للبند أو الاختفاء. ما شاء الله، ذكاء، قوة، جمال. ده ما شاء الله. هذا الطير نزل للطير ما شاء الله. هذا البطل الرامبوري هذا. تحياتي ابو كرار. لا والله بطل. لا والله بطل. هذا البطل شفته. الساعة طلع الساعة.